كان بالإمكان أفضل مما كان. مع ذلك خرج الهلال بنتيجة إيجابية من الملعب البلدي ببركان. سيد البلد سيد البلد. انتهت القمة المرتقبة من عشاق الموج الأزرق، مباراة الهلال السوداني مع فريق نهضة بركان المغربي على الملعب البلدي ببركان بنتيجة تعادل 1-1. الدقيقة 13 توغل اللاعب كوليبالي بمهارة رائعة جدا على الرواق الأيمن، وتمريرة سحرية جميلة جدا للاعب عبد الرؤوف روفة صاحب أكثر مساهمات في دوري الأبطال هذا الموسم، يحرز الهدف الأول وهدف التقدم لنادي الهلال السوداني، ليكون ده أول هدف يحرز في شباك الفريق المغربي في هذه البطولة على أرضه. بعدها شفنا حالة صدمة من لاعبي الفريق المغربي، لكن للأسف لم يستغل لاعبي الهلال خاصة لاعبي ثلاثي أو رباعي المقدمة، سواء كان جان كلود أو محمد عبد الرحمن الغربال، يعني أكثرهم كان ما مركز. أيضا كوليبالي وروفة ما استغلوا يعني الانتكاسة والصدمة اللي كان بيعيشها لاعبي فريق نهضة بركان، وضاعوا العديد من الفرص. ومع نهاية الشوط الأول رجع فريق نهضة بركان، ويعني كان له أكثر من فرصة خطيرة، ولكن كان تصديات مميزة للحارس سفيان فريد أنقذ الهلال من هدف التعادل. الشوط الثاني كان يعني مناصفة بين الفريقين، كان نسبة الاستحواذ للفريق المغربي، وده شيء طبيعي لأنه كان يسعى لأنه يحرز هدف التعادل، ولكن كان فرص الهلال كانت أخطر، حيث كان إجمالي تسديدات فريق الهلال 9 تسديدات مقابل 6 لفريق نهضة بركان. وبعد أن احتسب الحكم الوقت بدل الضايع المقدر كان ب6 دقائق، وللأسف اللاعب المتألق يعني ستيفن إيبولا الظهير الأيمن تسبب في ركلة جزاء للفريق المغربي، وطرد على إثرها بعد مراجعة الفار، وأحرز نادي نهضة بركان هدف التعادل في الدقيقة 96 من ركلة جزاء لينقل حسم المباراة وحسم التأهل إلى الأراضي الرواندية، حيث سيتواجه الفريقان مجددا في مباراة الإياب يوم 22 مارس في كيجالي. رغم الطرد ورغم يعني إحراز هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، إلا إنه برافو يعني ريجي كامب 10/10 قدم مباراة تكتيكية على أعلى مستوى.